المرة دي مفيش رجوع. أحمد سعد بيعلنها رسمي: انفصلت عن علياء بسيوني للمرة التالتة وشلتها كمان من إدارة أعمالي. يا ترى إيه اللي وصلهم للنهاية دي؟ الحكاية بدأت في 2021. علياء ما كانتش بس زوجة، دي كانت وش السعد ومديرة أعماله اللي كسبت جايزة الميمة كأحسن مديرة أعمال في 2025. ورغم إن أحمد وصفها بإنها إنجازه الأكبر، لكن الخلافات وصلت لمرحلة صعبة. البيان كان واضح من أحمد سعد: أم عيالي أصبحت غير مسؤولة عن إدارة أعمالي. جملة كانت كفيلة تنهي شراكة فنية وعائلية استمرت سنين. بعد محاولات كتير إنهم يصلحوا حياتهم، المرة دي إجراءات الطلاق للمرة الثالثة بدأت فعلياً. تفتكروا دي محطة النهاية فعلاً؟ ولا القدر لسه مخبي مفاجأة؟